ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العيد قرب، يبقى لازم تجهزي نفسك من دلوقتي. روتين بسيط هقولك عليه من الألف للياء، سواء كانت للبشرة أو للجسم. كل ده في فيديو واحد بس. تابعيني للآخر وهتشوفي الفرق بنفسك. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة معانا تنظيف البشرة بعمق. المكونات الطبيعية هتكون البخار المية، وحطي فيها شريحة ليمون أو شوية نعناع عشان تفتح المسام وتنضفها بعمق. بعد كده سكراب خفيف زي السكر والعسل وزيت جوز الهند. ممكن تنضفي البشرة بعمق بحاجات من الصيدلية زي غسول سيرافي أو غسول لاروش للبشرة الدهنية أو للحساسة. وممكن تجيبي مقشر للبشرة زي نيتروجينا أو استراليفز. نصيحة: اعملي السكراب ده يومين قبل العيد، مش قبليها بيوم، عشان الوش يكون ارتاح. فوايد تنظيف البشرة: بتفتح المسام وتخرج أي شوائب أو دهون أو آثار الميك اب القديمة. البخار بيرطب الجلد وبيحضر الماسكات اللي بعد كده. المقشر الطبيعي بينعم البشرة وبيخليها تستقبل أي مرطب، والماسكات بفعالية أعلى. تاني حاجة تعملي سكرابات للجسم: قهوة مطحونة وزيت زيتون وشوية قرفة، بتشيل الجلد الميت وتسيبه ناعم وريحته نظيفة. البديل بتاع المقشر ده سكراب تري هوت أو بزلاين. نصيحة: اعمليه يوم بعد يوم قبل العيد، ولو عندك مناسبة بيفرق في الملمس والشكل. سكرابات الجسم بتشيل الجلد الميت واللون الغامق من الرقبة والركبة والكوع، وبتحسن الدورة الدموية وبتخلي الجسم يلمع ويبقى ناعم زي الحرير. القهوة بتجدد وبتشيل الجلد وبتقلل السلوليت مع الوقت. تالت حاجة تعمليها ماسك التفتيح الطبيعي للجسم. هيكون معلقتين زبادي ومعلقة نشا ونقطة عصرة ليمون. للبشرة العادية، ولو بشرتك حساسة حطي عسل وتسيبيه ربع ساعة على جسمك، وبعد كده تغسليها بمية فترة. ماسك التفتيح بديل المكونات الطبيعية هيبقى ماسك جارنيه فيتامين سي للجسم أو كريم فير أند وايت. جربي قبل العيد بيومين واعملي روتين ده كل أسبوع قبل أي مناسبة، وهتشوفي الفرق بنفسك. الزبادي والنشا بيفتحوا البشرة وبيقللوا تصبغات، والعسل بيلطف ويهدي ويرطب وبيدي نضارة ملحوظة من أول مرة، ولو استمريتي عليه مرتين أسبوعيا هيقلل البقع الغامقة جدا. العناية بالإيد والضوافر: روتين خفيف. انقعي إيدك في مية دافية مع ليمون وزيت زيتون، ودعكيها بمقشر بسيط زي السكر وزيت جوز الهند، ورطبي بكريم نيفيا سوفت، وعلى الضوافر حطي نقطة زيت خروع أو زيت لوز. العناية بالإيد والضوافر ببدائل من الصيدلية هيبقى كريم نيتروجينا هاند كريم أو مقوي الأظافر نيل 15. دول كويسين جدا عشان تهتمي بإيدك في فترة العيد. النقع بيريح الجلد وبيطريه قبل التقشير، وزيت الخروع أو زيت اللوز بيغذي الضوافر وبيقويها وبيقلل تكسيرها وبيقوي الأظافر وبيمنع تقشيرها وبيخلي شكلها أنعم وأنضف. خامس حاجة ترطبي الجسم: زيت جوز الهند ونقطة زيت ورد وياسمين بعد الشاور على بشرة مبلولة. بديل الترطيب من الصيدلية هيكون لوشن فازلين كوكا بيتر. نصيحة: الترطيب أساسي، الريحة الحلوة والثبات خصوصا قبل اللبس الجديد. الزيت على بشرة مبلولة بيحبس الترطيب جوه الجلد وبيخلي الجلد يفضل ناعم لفترة طويلة. الزيوت الطبيعية كمان فيها مضادات للأكسدة وبتحافظ على شباب البشرة. سادس حاجة تثبتي ريحة الجسم ازاي؟ نصيحة: استخدمي زيت عطري زي المسك أو الياسمين على أماكن النبض. الزيوت العطرية بتثبت الريحة على الجلد وبتخلي البرفيوم يفضل معاكي ساعات أطول. رشي على الفرشة بتخلي الشعر كمان يشارك الريحة وبيدي انطباع بالنظافة والانتعاش. سابع حاجة معانا إزالة الشعر. اعملي ده قبل العيد بيومين على الأقل عشان ما يحصلش التهابات.
نصيحة: لو استخدمت الشفرات رطبي كويس بعدها وقبلها بزيت أطفال أو ببنسل. غير إن إزالة الشعر بتدي نعومة، كمان بتخلي البشرة تتنفس. رطبي بعديها عشان تقللي الاحمرار والتهاب الجلد، خصوصا لو بشرتك حساسة. نصيحة مني أخيرة: اشربي مية كتير قبل العيد، بتفرق في بشرتك جدا. ونامي كويس قبليها بيوم عشان شكلك يكون فريش وحلو. حضري لبسك والميك اب من قبليها بليلة عشان ما تبقيش متوترة في العيد. العيد فرصة انك تدلعي نفسك، مش علشان حد، علشانك انتي. حبي نفسك واهتمي بنفسك، ولما تشوفي النتيجة هتفرحي جدا. كل سنة وانتي جميلة من جوه ومن بره. بس كده، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.